لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 457 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتن ومبستي رزامندي رب العالمين وهوادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. برزان هل دريجي أو حكمتاني كوا لو آتانا وردجيري لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لقل قومكي كاتي كوا لآتي بس حتى بستشش خواهي قولة باسي كردية لوي لدواء أوي موسى عليه الصلاة والسلام فرماني رب العالمين بيرا دقيني كبسن لبوز زاوية بيروزكي كخوا وعدي دا يا المتيان بدا ونصرتيان بيبخشي وفتحي بكالوان بلام اوان آمادنين زيب كان لو لنتزادا خواهي قولة فرمان دكا برياري لسريان دكا تل صالان سرقردان بن لسروي زاوي هل دريجي أو بابتا أو بندو أموجقارياني كلي وردجيري بابرين خاوني تفسيري منار دليتن درباري أو عقوبة رحمة خوالي لبدره إن الشعوب التي تنشأ في مهد الاستبداد أو ملتاني كوا بوشي ويدجيت لعهد بيماني حاكمية مستبد ظالم واتزليلي عندك والإحساس بالظلم والاضطهاد هسكردن بظلمه هسكردن بوي كواتا سوسياندريوا تفسد أخلاقها براستي بعام خلقي كاتكوا حسبوي كظلم اللي ذكر بردوام ده سوسياندريتوا خروشتي تيقدتي وتذل نفوسها نفسي ذليل دبي وإذا طال عليها أمد الظلم كاتكوا ظلمك لسري دريج بوصالانشي زوري خايان تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة يتأخر وشتانا وإلى دي نقل دبي لبو زيدي باشا خوشيان بدستي دينا حتى تكون كالغرائز الفطرية وكو غريزة فطرية دي ليان وإذا أخرجت صاحبها من بيئتها أجر أو كسيكوات صالك لو بي أو لو جينجيجيا كوازور ظلمي ديكرا وزليلو تسوسيندرايتوا أجر لو بي أو لو جينجي درشي بيني ورفعت عن رقبته نيرها أجر لسرملي بي أو داري سوسانا وش لسرملي هل بقري الفيته ينزع بطبعه إليها سبحان الله يعني وايد كتصالك لجير دستي ظلمي زور داري چي تسوسايوا اگر لو بي او جنگي دري شبيني دستو دا صلاتي او زور دارج لسري لابدي وهي دي بطبيعتي خوي برو او ميلي هي لبو جيان لجير جياني چي وازليلي ويتفلت منك ليقتحم فيها وكو اويا اتدتو رزقاري بك او دي لدستو نزاتي بتن بقريتو جيان زليليكا وهذا شأن البشر في كل ما يلفونه سبحان الله يتر بشر لسر هاشتاج خوي بيوغر أو هايا ويجرون عليه من خير وشر وإيمان وكفر يتر خير بشر بكفر بإيمان بي خد خوي بيوغرتيا بيخوش حل لو جياني بردوان بي أفسد ظلم فرعون فطرة بني إسرائيل في مصر ظلم كان فرعون فطرة بني إسرائيل تيقدا وطبع عليها بطابع المهانة والذل طبيعتي بني إسرائيل وايدي هات كوا طبيعة نفسيته شي زليل رسواكراويان هبو وقد أراهم الله تعالى من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وصدق رسوله موسى عليه الصلاة والسلام يترخواي جورا لقال أوش سندين بلغيني شاندان لسر قدرته دا صلاة وحدانيته خويو لسر رازقوي بيغمبركي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه أخرجهم من مصر لينقذهم من الذل إلى الحرية
ولەسەر زمانی موسى عليه الصلاة والسلام لۆیان ڕوون کراوەکەوە کە لە میسر دەریان دەسوێنی لەوەیکەوە لە زەلیلی نەجاتیاندا بەرەو ژیانێکی ئازاد بڕۆن ولكنهم كانوا مع هذا كله إذا أصابهم ضرر يتطيرون بموسى لەگەڵ ئەو هەموو فەزڵەی خوای گەورە لەگەڵیانی کرد لە پێش چاوی ئەوان گەورەترین موعجزەی نیشانیانداکەوە ئەو بەحرەی شەق کرد و پاشان فیرعەون و جوندیەکانی لە پێش چاویوان هەمووی لەناو برد بەڵام لەگەڵ ئەوەش کاتێکەوە هەر شتێک بە دڵیان نەبا لە دوای ئەوەی ئەو موعجزەیان دیت يتطيرون بموسى دەیانگوت ئەوە نەکبەتی موسا لەمە سبحان الله ويذكرون مصر ويحنون ئەیتر حەنینیان لە بۆ میسر و لە بۆ ئەو ژیانە پڕ زەلیلیەی دەچۆ کەوا تێیدا ژیاینە وكأن الله تعالى يعلم أنهم لا تطاوعهم أنفسهم المهينة على دخول أرض الجبارين وكو بالتأكيد خواهي قولة سبحانه وتعالى دزاني كوا أوان أو نفس الزليل بويان براستي هانيان نادا بسن أو شرفي وربقرن كخواهي قول بي بخشين أقر بيتو جهاد بكانوا بسن أو خاك بيروزا وأن وعده تعالى لأجدادهم إنما يتم على وفق سنته في طبيعة الاجتماع البشري يتر وعده خواهي قولة لبو أو كسانة كوا بوين بابير قوري بني إسرائيل كان لأساس سنة رب العالمين إذا هلك ذلك الجيل الذي نشأ في الوثنية والعبودية يترخواي قولك بريادة تصل أنا سرقردان بان لنتيجة سربيس كل فرماني خوا سبحانه وتعالى بريادة تصل أنا سرقردان بان خواي قول دزاني تاوكو أو جيلي كوال لجير رتشيفي فرعون ظلم استمي فرعون جيايو لجير وثنيته عبوديته كويلاتي جيايا دبي أو زيلة لنهو بتسي ونشأ بعده جيل جديد في حرية البداوة يتر لو تلصالي لو صحراء جيلة شنوية بيدابو لو صحراء وعدل الشريعة لو صحراء لجير شريعتكي كوا موسى عليه الصلاة والسلام بي بخشي لان خواي قولوا بموسى بخشرابو موساش حكمي في هذاك السريان يتر لو صحراء وطبيعتي صحراء وهروا حكمي خوال سريان زي ذكرى زيلك پروردبو ولجير سايا وروشناي نوري آتكان وما كان الله ليهلك قوم بذنوبهم يترخواي قولي هزك قوميك باقنا كان لنا وناباتا حتى يبين لهم حجته عليهم تاو حجته خوي بيان نشان نداتا ليعلموا أنه لم يظلمهم إنما يظلمون أنفسهم يترتاوكو خواي قولي لبويان بيامك كخوا ظلميان لناك برام أوانا ظلمي لأخويا عندك وعلى هذه السنة العادلة تسأل أو سنة رب العالمين أمر الله تعالى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة خواهي يقول فرما ببني إسرائيل لكاك وبسنا وخاك بيروزا فأبوا واستكبروا فلام أوان خويا بي قورتر إلا فرمانا كان إخوة وبابرين اعتراض كانوا زينا كان فأخذهم الله بذنوبهم خواهي قورش بقناها كانيان بردنيا وعقوبيدان وأنشأ من بعدهم قوما آخرين خواهي قورش سبحانه وتعالى قوم يشيدي كي خلق كر فعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التي ضربها الله لنا پێویستە پند و ئامۆژگاری وەربگرین لەو ئاتانەی کە خوای گەورە لە بۆ مەباز دەکات وأن نعلم أن صلاح الأمم من بعد فسادها بالظلم والاستبداد چاکبوونی هەر ئومەتێک کەوا فاسد بووە بە ظلم و ستەم إنما يكون بإنشاء جيل جديد بەوەی چادەبی کەوا جیلێک لە دوای ئەو جیلە پەیدا بیتن جەمع بين حرية البداوة بەوەی کەوا لبدو لصحراء بجيه واستقلالها وعزتها بلام سربخوبي عزيز بجيه وبين معرفة الشريعة والفضائل وهروها لقل أو جيانش أو ذا بابرين آشنابي بشريعتي خواو بفضائل كان كلا شريعتي خوا فرمان بيكرا وكاري بيبكا ولا بندو آموشقاري كان ديكا كوالو آتان وردجري أن الآت الكلمة التي اشتملت على لون حكيم في أسلوب الدعوة إلى الله تعالى براستي أو آتانا نشان من دبت حكمتك دعوة بانجواز ولا إخوائي قول بكين فقد بدأت بالتذكير بني إسرائيل بأمجادهم لسرتادا موسى عليه الصلاة والسلام طبعا هاني عند دا بويك هذا فرميتا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وكباس ماكر يتربوا شوية هاني عند بويكوا مزدو وهروا نازو نعمتكاني إخوائي قوريان ببير ديني توا لتغرس فيهم الشعور بالعزة تاوكو لخلال ببير هنانوي أو فضل نعمتاني إخوائي قورا
أوان هزب عزت بكن ولتغريهم بالاستجابة لما أمر به سبحانه وتاكو هاني أمدا لمقابل أو ناز نعمتاني خوا أنقوش ولامي بانقوازي خوا بدنوا كما اشتملت على تحذيرهم من مغبة الجبن والمخالفة واروا أقادار عندك ولا ترتدوا على أدبار فتنقلبوا خاسرين أقادار من جبن مخالفة كرتن نتانقري لبروي برو خسار من تدجرتو وفوق ذلك فقد صورت تصويرا معجزا طبيعة بني إسرائيل على حقيقتها وهو لو آتانا تمشاذكين طبيعة بني إسرائيل وحقة بني إسرائيل ما له تصوير لك وكشفت عن خور عزيمتهم وسقوط همتهم تمشاذك تسندا عزيمتهم رخايا تسندا بهمة وسوء اختيارهم لأنفسهم تمشاذك بس الشيء خرابترين شدلوا خوان هذا بجيرن بما جعلهم أهلا للعقوبات الرادعة بوي كوا بون أهل وي كوا خواي عقوبي وايام بدا كوا تنبيهم بكا وفي كل ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يتر أو آتانا دل نوايا لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم عما لاحقه من اليهود المعاصرين له من أذى دل نوايا لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لو ايشو آزاراني كبدست يهود أو كزمان أو دادجيان وتحذير لهم من السير على طريقة آبائهم المعوجة واروا تحذير آقادار كدو ترسانة لبو بني إسرائيل كالسر ريقاي باب بابلان خوان نرون حتى يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي حلت بإسلام تاوكو همان عقوبيان نيت سريكوا هات سرباب بابلان ابن جرير طبري لتفسير آتان ددالي وهذا أيضا من الله تعالى تعريف للنبي صلى الله عليه وسلم بتمادي هؤلاء اليهود في الغي كواتلير دا عيني ابن جرير دالي أو آشنا كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكوا أو جولكانه بچ شێوەیەک لە گومڕایی خۆیان بەردەوامن و دوورن لە حەق و سوء اختيارهم لأنفسهم بەچ شێوەیەک خراپتری شت لە خۆیان هەڵدەبژێرن وشدة خلافهم لأنبيائهم حتى خلافیان لەگەڵ پێغەمبەرانی خۆیان هەبووە وبطء إثابتهم إلى الرشاد زۆر بەکەمی گەڕاینەوە لای ڕشد و عەقلی ساغ و سەلیم مع كثرة نعم الله عندهم وتتابع آياته وآلائه عليهم لقال أوهم ناز نعمتي خواي قورك وبردوان بولستريان أو موقفيان بو مسليا بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وكد النوايا لبو بيغمبرك صلى الله عليه وسلم أما ينزل به من مجادلات في ذات الله يثر وكد النوايا كتس بتشوي كو مجادلي لقال بيغمبر صلى الله عليه وسلم لذات الله سبحانه وتعالى يقول الله له خواهي قول بيدا فرمي لا تأس على ما أصابك منهم براستي خفد مخو لو كوا أتو لدستي أوان آزارك دبيني فإن الذهاب عن الله لبر دور كوتنو لخوا دور كوتنو لحق وما فيه من الحظ لهم في الدنيا والآخرة وأويكوا لمقابل دا توشان دي الدنيا والآخرة من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم أو شتيكوا أو هلوستاني برامبر تو ديبينا أو هلوستي باب بابيلاني شان هروابوا وتعز بما لاقى منهم أخوك موسى عليه السلام وهروها تلنوايي دكاتوا وكا موسى برات كواتوا لبرو بيغمبران برايكن وكو بيغم صلى الله عليه الحديث صحيح هذا فرمي دلنوايي دكاتوا وكا تمشاك موسى تسيش يشتي بدز بني إسرائيل بيت يحتيادي بك أو موقفانا برامبرتو ببيندري مرة لدواي ويك خواي يقول أو باس مالوك أو زادت سر باسي شتر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين كواتا أو زاد لدواي ويك باسي موسى تواو دبيتن أو زاد خواي يقول سبحانه وتعالى باسي دوكركي آدم مالو دكا واتل عليهم نبأ ابني آدم دفرمي يا رسول الله لبويان بخينوا هوالي قرنجي دو كركي آدم بحق لويان بخينوا إذ قربا قربانا هل يقلوان كاتك وقربانية لبو رب العالمين كر فتقبل من أحدهما لبو يقلوان قربانية كي قبول كرا ولم يتقبل من الآخر بلام أويتريان لي قبول نكرا قال لأقتلنك أويك لي قبول نكرا بو براي قد كوا لي قبول كرا قلت لا أقتلنك دتك جم قال إنما يتقبل الله من المتقين أو يتريان والله من داتوا فرموي الله سبحانه وتعالى بيقمان تنها وتنها لو كسان قبول ذكا
لو كسان قرباني وعبادة قبول لك كوا متقين بالتقوى وأنزامي ددن بل خوشويستان إتلا تفسيري أو آتا وكو زانان دفرمون واتلو عليهم أي على هؤلاء البغاة الحسد من اليهود وأشباههم لبو يان بخينو بتايبتي لبو أوجو لكاني كوا باغين واتا ظلم دكن حسودا وهروها هاو شوي أوانيش أو باسبك نبأ ابني آدم دوك ركي آدم كوا هابيل وقابيل بون بالحق واتا متلبسا بالحق واتا بالصدق والصحة موافقا لما في كتبهم واتا بحق لوان بجيروا واتا أو باسي كالبود باز دكين بحق لوان بجيروا وكو بحق خواي قول باسي كردية كوا موافقة لقل أوي كوا لا كتابك أوانيش باس كرا لتوراة وإنزيليش أو باس كرا موافقة لقل كتابك أوان لكاتك دا إذ قربا قربانا واتهرق لوان قرباني بيشكشكر أي ما يتقرب به إلى الله تعالى من السكة أو صدقة واتا شتيت شواي بيشكشكر لبو خوا سبحانه وتعالى كوابتا قرباني أزوكو كان هابيل راعي غنم هابيل شوان بو وقابيل يحرث الأرض قابيلش فلاح بو فقدم هابيل شيئا من أبكار غنمه ومن سمانها يهتر هابيل كمردار بو دەرێت چاکترین و قەڵەوترین حیوانی کردە صدقە لە بۆ قوربانی لە بۆ خوا وقدم قابیل شيئا رديئا من ثمر الأرض بەڵام ئەوەی تریان قابیل کە جوتیار بوو شتێکی خراپی پێشکەش کردیە قوربانی لە بۆ رب العالمین ئیتر خوای گەورە لە هابیلی قبول کرد لە قابیلی قبول نەکرد و وەکو لێرەدا باسی کردیە و تەفاسیلی زۆر تێدا بەڵام لێرەدا دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دين وخزمة وآتان وزياتر باسي لودكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون